اسرع تبولة هتحضروها في دقايق وطعمها خطير، مش بتاخد وقت خالص، تفتح النفس على السفرة كده، هتعجبكم جدا. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. عندي من معلقتين لثلاث معالق كبار من البرغل الناعم، بغسله كويس جدا تحت المية السخنة، وبعد كده بصفيه واحطه في بولة وانزل عليه بعصير ليمونتين كاملين، هنقعه بقى في الليمون علشان يطريه خالص لحد ما اجهز باقي المكونات. جبت حزمة من البقدونس غسلتها كويس جدا ونشفتها من المية، بشيل العيدان وباخد الورق بس، بقطعها صغير قوي لان ده اللي بيميز التبولة، لازم كل حاجة تكون متقطعة صغير جدا. وهتساعدكم قوي قطعة البيتزا، بعد ما تقطعوا البقدونس امشوا كده بقطعة البيتزا على البقدونس، هيتقطع معاكم قطع صغيرة جدا بالشكل ده. عندي بقى كمان كام عود كده من نعناع اساسي جدا في التبولة، بقطعه صغير جدا، النعناع بما يعادل معلقتين كبار. اتنين طماطم متوسطة برضو بشيل منها البذر واقطعها صغير جدا. واخر حاجة عندي عود واحد من البصل الاخضر وبقطعها برضو صغير جدا، وممكن تستبدلوها ببصلة صغيرة بيضة. كل حاجة بقت جاهزة، هنجيب بولة نحط كل حاجة على بعض، وكمان البرغل اللي احنا كنا نقعينه في الليمون. التوابل ملح وفلفل اسود بس، مش بيتحط عليها اكتر من كده، ورشة حلوة كده من زيت الزيتون لان ده اللي بيميز التبولة، زيت الزيتون والليمون. هتقلبوا كل المكونات كده مع بعض، بجد ريحتها تحفة. هتحطوها في طبق التقديم وتزينوها بشوية من الطماطم والنعناع، خطيرة يا جماعة ومفيدة قوي وتفتح النفس على الاكل كده، جربوها انا واثقة ان انتوا هتحبوها.